أفضل خطة ليوهان كرويف بعد التحديث. الخطة القاتلة. لو أنت من محبي يوهان كرويف وبتحب تلعب بأسلوب السيطرة على اللعب، فركز معايا في الفيديو ده، لأن الخطة دي هتغير أسلوب لعبك تماماً. بعد التحديث الأخير، خطة 4-3-1-2 تعتبر الأفضل بدون منازع ليوهان كرويف، لأنها بتجمع بين القوة الدفاعية والسيطرة على وسط الملعب والهجوم القاتل. تعالوا نشوف التشكيل على أرض الملعب. في حراسة المرمى، حارس هجومي دييغو كوستا بيخرج في الوقت المناسب ويقدع كرات بمنتهى الذكاء. الدفاع، قلب دفاع أول وحطم للهجمات روبن دياز. قلب دفاع ثاني بناء لعب فان دايك. الظهير الأيسر دفاعي يقفل المرتدات. الظهير الأيمن هجومي أرنولد بيساند الهجوم بشكل ممتاز. الوسط لاعب ارتكاز صلب أليكس أوكسايد. CMF 1 من صندوق إلى صندوق لوكا مودريتش. CMF 2 مهاري وصانع لعب بدري. AMF صانع لعب محترف فيل فودن، محور الربط بين الوسط والهجوم. الهجوم، مهاجم أول قناص ليفاندوفسكي. مهاجم ثاني قناص هالاند. جرب الخطة وشاركنا رأيك في التعليقات. لا تنسى تعمل لايك وسبسكرايب لو عايز تشوف خطط أكتر وأسرار احترافية في إي فوتبول. شوفكم فيديو جديد.